بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، في عالمنا العالمي والعربي والإسلامي 7 أشياء لا يفعلها إلا المسحور. 7 أشياء عدوها على أصابعكم، بس إن وجدت واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو أكثر أو كلها، فليعلم أن هذا الذي فيه هذه الأشياء فهو مسحور. أولا المكوث الطويل في الحمام لأطول فترة ممكنة، حتى لو كان من غير حاجة. بفوت على الحمام بيقعد بينسى نفسه، قد يعبث في برازه وقد يعبث في بوله والعياذ بالله. انتبهوا إلى هذه القضية بأبنائكم وبناتكم. بعد ما بتأخر الولد بندق على الباب، شو ربع ساعة وثلث ساعة ونصف ساعة، يجب أن يكون قضاء الحاجة دقائق. الأمر الثاني طبعا انقباض اليدين قبل النوم أو أثناء النوم. بتشنج قابض وعرفناها من خلال الخبرة والتجربة. كل واحد مسحور بيقبض ايديه قبل النوم أو أثناء النوم. ثالثا محبة النكد والمشاكل على أتفه الأسباب. بالصارع مع جاره، بيتقاتل مع زوجته، بيتقاتل مع ابنه، بيتقاتل مع بنته. فليعلم هذا على أتفه الأسباب، مو سبب مو تافه. قد يكون هناك نكد وهناك مشاكل بحياة الإنسان، مشان ما حد يقول لي إياها، لا، على أتفه الأسباب، سبب تافه جدا جدا. ثالثا أو رابعا إخواني، سبحان الله، رابعا النفور من الروائح الطيبة ومحبة الروائح الكريهة. بتشوفوا ريحته بتكرهها ابدا، ما بيتعطر، ما بيحط بارفان، ما بيحط مسك، ما بيحط ورد ابدا. النفور من الروائح الطيبة ومحبة الروائح الكريهة، ويكون لا يستحم. أكره لا دخول إنه يتحمم أو يتروش. خامسا النوم على شقه الأيسر. انتبهوا لهذا الأمر، البنت والابن. النوم على شقه الأيسر على الدوام، لا يستطيع أن ينام ساعة واحدة على الجنب أو الشق الأيمن أبدا، لا يستطيع، لأن الشيطان يكره النوم على اليمين. انتبهوا إلى هاي القضية. طبعا هلا بدي أقول لي الأخ الكريم، ما هو العلاج أخي أسعد من هذه الأشياء ال7؟ أول شيء، بعدين بدك تقول سادسا، النفور من سماع الرقية الشرعية، من سماع القرآن الكريم، وكراهية المشايخ. بتاخذوا عن إنسان راقي أو بدك تقرأ له أنت أبوه ولا أمه، يكره هذا الأمر كرها شديدا. بس سمعته القرآن بحط أذنيه، بحط إيده على أذنيه ولا يريد أن يسمع، لا من المشايخ ولا المقربين. سابعا محبة العزلة، بحب العزلة والانطواء، العزلة والانطوائية والبقاء وحيدا. ملاحظة، كلها أو بعضها، وحدة من هدول 7 أشياء لا يفعلها إلا المسحور. فعل وحدة منهم أو 2 منهم أو 3 منهم، فليعلم أنه مسحور. وإليك الآيات الكريمة التي تهد هذا السحر مهما كان نوعه. هذه الآيات الكريمة 3 آيات تدمر هذا السحر. أولها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله 7 مرات على الماء. الآية الثانية: وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الآية الثالثة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآيات ال3 والله الذي لا رب سوى إذا قرئت على الماء وشربها المسحور دمرت سحره، لو كان مشروبا أو مرشوشا أو مدفونا أو أي كائن. اللهم إنا نعيذكم ونعيذ أنفسنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من كيد البلاء وكيد الأعداء وكيد الكائدين والساحرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.